لو تعبت من اللبس اللي مش بيليق عليك، لو كل اللي حواليك بيقول لك انت خسيت كده ليه، يبقى الحلقه دي ليك. والنهارده هقول لك عن خطه امنه وعلميه بدون دهون ضاره ولا مشاكل صحيه. انا محمود رمضان، تابعني. الجزء الاول، ايه سبب النحافه؟ مش كل نحافه سببها الاكل القليل، يمكن يكون في سبب نشاط الغده الدرقيه، ممكن يكون مشاكل في امتصاص الجهاز الهضمي زي السلياك او الطفيلات، او عامل وراثي او توتر او ضغط نفسي. قبل ما تبدا تزود وزنك لازم تتاكد ايه هو السبب اللي مخليك نحيف. الجزء الثاني، ايه هي التحاليل اللي لازم تعملها؟ صوره دم كامله CBC، تحاليل الغده الدرقيه، تحليل براز كامل، تحليل فيتامين دي وبي 12، تحليل سكر صايم لو في اعراض. الجزء الثالث، ايه هو النظام الغذائي عشان يزود الوزن؟ اهم حاجه ناكل سعرات حراريه اكتر من اللي بتحرقه، زي النشويات، رز او بطاطس او مكرونه، او البروتينات زي اللحمه او البيض او الفول السوداني، او دهون صحيه زي زيت الزيتون. واهم حاجه التوقيت، يعني لازم كل 3 ساعات ناكل وجبه او سناكس، والافضل والاهم نركز على الوجبه اللي قبل النوم يكون فيها سعرات حراريه على قد ما نقدر. دلوقتي هديك نموذج لوجبات يوم كامل: 2 بيضه مسلوقه مع قطعه جبنه كامله الدسم، او رغيف بلدي او توست مع معلقه عسل، او كوبايه لبن كامله الدسم مع موز. ممكن ناكل سناكس خفيفه كده ما بين الفطار والغدا فيها سندوتش فول سوداني مع شاي باللبن، او ربع فرخه او قطعه لحمه او 2 سمك مع شوربه او سلطه او زبادي. ممكن كده ناكل سناكس خفيفه ما بين الغدا والعشاء ويكون فيها سعرات حراريه عاليه جدا: لبن او موز او عسل او شوفان. العشاء فول او جبنه مع عيش مع كوبايه لبن. الجزء الرابع، المكملات والادويه. المكملات الغذائيه بيكون لبن بودره زي انشور او بيدياشور، متوفر في كل الصيدليات، والافضل لبن بودره مع عسل، بيكون وصفه ممتازه جدا. طب ايه الادويه اللي بتفتح نفسنا على الاكل؟ عندنا دايجستين بنستخدمه 3 مرات يوميا قبل الاكل بربع ساعه، مع فيتامين زنك يفضل بعد الاكل عشان يقلل اضطرابات المعده، او فيتامين بي كومبلكس كبسوله مره واحده يوميا. الجزء الخامس، هكلمك عن 4 اخطاء بتوقفك عن زياده الوزن. اول حاجه الاعتماد على السكريات بس، تاني حاجه اننا بنشرب ميه كتير، تالت حاجه ان احنا بنهمل البروتين وبناكل اكل ما يكونش فيه سعرات حراريه خالص، رابع حاجه ان احنا بناكل اكل بدون نظام خالص. كل اللي قلناه النهارده مهم، بس اهم حاجه نطبق ده. انا كده خلصت الحلقه، وما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.